السبت. هذا الاسم مأخوذ من اللغة الخورية. الخوريون هم أسلاف الكرد. وفي اللغة الخورية هذه الكلمة اسمها سابتة. سابتة. وأيضا كانت موجودة أيضا في اللغة الميدية أيضا بصيغة هابتة، بتحول حرف السين إلى حرف الهاء. وأيضا في القديم من الجدير بالذكر كان في القديم سابتة أو هابتة كانت تعني الرقم 7، كانت تعني. ثم اتخذت صيغة هفت في اللغة الكردية الحديثة. ولماذا السبت؟ لأنه يرمز إلى اليوم السابع من الأسبوع الذي ارتاح فيه الإله بعد خلقه للإنسان الأول، وكانوا يسموه جيان مردو، أي الجسد الميت، لأن الإنسان هو عبارة عن جسد ميت. ولذلك السبت متأتي من اسم اليوم السابع من الأسبوع بعد خلق الكون والإنسان وكل شيء. أنهى الإله عمله وارتاح في هذا اليوم. سراب مأخوذة من الكلمة الكردية سراو. سر أو سر هذه أيضا كلمة مركبة. سر يعني رأس، وآو يعني ماء. فأيضا هذه الكلمة موجودة أيضا في القرآن. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء، في سورة النور الآية 24. سرداب، أصل هذه الكلمة هو الكلمة الكردية سرداو. سروال. سروال هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة البهلوية شروال، وفي اللغة الكردية هي شروال. هذه الكلمة الكردية دخلت اللغة الفارسية أيضا بصيغة شلوار. كلمة أخرى سفارة وسفير. هاتان الكلمتان مأخوذتان من الكلمة الكردية سباردة، التي تعني شيء يكلف به شخص ما لإنجازه، أو شيء يتم إيداعه عند شخص للمحافظة عليه. سفر وأسفار، متأتي هذه الكلمة من الكلمة الكردية أسبسوار. أسب يعني حصان، وسوار يعني راكب، يعني فارس. فالسفر في الأزمنة القديمة كان يتم عن طريق الخيول، ولذلك أصبح يتعلق بالحصان وركوب الحصان أو أي الفارس. أيضا موجودة هذه الكلمة في اللغة البهلوية بصيغة أسفاران. أسف باللغة أيضا هذه كلمة مركبة في اللغة البهلوية. أسف يعني حصان، ففي اللغة الكردية صايرة
أصبحت أسب. الفي متحول إلى بي. وفاران يعني سواران باللغة الكردية الحديثة أصبحت سواران. وأيضا لحد الآن هذه سفاران أعتقد باقي أيضا بنفس الصيغة البهلوية في لهجة الكرمانجية الشمالية. سكر، هذه الكلمة العربية تعني اغلق، ومتأتية من الكلمة الكردية سكر التي تستخدم لإغلاق الأبواب والنوافذ. سكران مأخوذة من الكلمة الكردية سرجران. هذه الكلمة أيضا كلمة مركبة، وواضح جدا أن هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية سرجران. عندما يشرب الإنسان الكحوليات فيدوخ، فسرجران، سر يعني رأس، جران ثقيل، يعني يصبح رأسه ثقيلا عندما يسكر. سلطة، هذه المفردة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة دثلات التي تتكون من دست يعني اليد، وهلهات يعني رفع اليد أو الظهور، وبذلك الدثل يعني ما معناها. هناك أعتقد عبارة باللغة العربية يقولون اليد العليا خير من اليد السفلى، ولذلك باللغة الكردية معناه الشخص الذي له اليد العليا، يعني له السلطة. نعم. سليط مقتبسة من الكلمة الكردية شليت. شليت التي تعني عديم الاحترام. لا أدري في بقية البلدان تستعمل هذه أيضا. فكلمة شلاتي ما أدري تستعملون أستاذ علي هذه الكلمة؟ نعم نعم نعم. أهالي قاموسلو يقولون فلان شلاتي. أي نعم نعم. فهذه متأتية أيضا من كلمة شليت، وأيضا تستعمل في الكردية شلاتي، وحتى أعتقد في اللغة العربية يستعملوها أيضا. سماء، سماء متأتية من كلمة آسمان الكردية، وهي متكونة من كلمتين. آسو يعني أفق، تعني أفق باللغة الكردية، ومان تعني مكان، وبذلك آسمان تعني مكان الأفق أو أي سماء. أخذها اليهود عند سبي اليهود. اليهود أخذوا هذه الكلمة عند سبيهم وعيشهم في كردستان من الكرد، وغيروا كلمة آسمان إلى كلمة شمع. باللغة العبرية يسموها شمع. والعرب بدورهم أخذوا هذه الكلمة من اليهود وحولوها إلى سماء. فباللغة العبرية شمع، وباللغة العربية سماء. سمكري وسمكرة مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة سمكاري. فكل هذه نرى كثير من هذه الكلمات لها
جذور جذور قديمة في اللغة الكردية، ومرتبطة بمراحل تاريخية عريقة. فالإنسان يتفاجأ أن يربط كلمة سمكري وسمكرة مع سمكاري. سم يعني ظفر الحيوان، سم ظفر الحيوان، الحصان مثلا، وكاري يعني عمل. فمعناه جاء متأتي من القيام بوضع نعل لرجل الحيوان، لرجل البغل أو الحصان. ف في تلك الأزمنة القديمة هذه الكلمة بدورها متحولة إلى سمكري وسمكرة، مأخوذة من كلمة سمكاري، يعني عمل نعال لأرجل الحيوانات.